تل العمارنة. اسألوا نفرتيتي عنه، والتاريخ ازاي هينسى مجد عالي وجزء منه. أول من نادى بالتوحيد وصاحب الأناشيد، فرعون الأسرة ال18، نصير الخير على كل الشر. كان عهده سمو الروح والحس، دعوة التوحيد لإله الشمس. الفن في عهده كان راقي واضح وصريح، بيعبر عن نفس سوية من غير تلوين. كان عهده مميز للعالم ولكل الدنيا. وحكايتنا النهاردة حكاية امحطب الرابع أو إخناتون. التاريخ لما بيتكلم عن إخناتون بيفتح صفحة مهمة في عمر الدنيا، لأنه بيتكلم عن إخناتون صاحب فكرة التوحيد. الملك إخناتون انشغل بحياته الدينية وانصرف عن السياسة الخارجية، وهنلاقي تاج للإله أتون رب الشمس اللي ارتبط باسم امنحتب الثالث والد إخناتون بعد تأليهه في العام 30، وهذه التماثيل لها دلالة دينية. وده تمثال من حجر الكواتازايت للملكة نفرتيتي، وهي الزوجة الرئيسية لإخناتون. وكان من المفترض أن يثبت تاج فوق الرأس بعد الانتهاء من النحت من مادة مختلفة، ولذلك نلاحظ أن الرأس غير منتهي. كمان هنشوف إناء من أواني الأحشاء من الألابستر المصري، بتمثل أغطية الأواني الأميرة كيا الزوجة الثانية للملك إخناتون، وهي ترتدي باروكة نوبية تمثل في الأصل غطاء رأس عسكري ارتدته العائلة الملكية بعد ذلك في العمارنة. حكايتنا النهاردة عن فرعون عظيم من مصر القديمة، حياته كانت مستقيمة. فرعون تل العمارنة. الملك امنحتب الرابع ابن الملك امنحتب الثالث من الأسرة ال18 وصاحب فكرة التوحيد. الملك امنحتب رفض كل العبادات ونادى بعبادة الإله أتون المتمثل في قرص الشمس، وغير اسمه من امنحتب اللي يعني لصالح أو لرضا آمون إلى إخناتون اللي يعني لصالح أتون. في الفترة دي دبت خلافات كتيرة بينه وبين كهنة الآلهة الأخرى، وخاصة كهنة الإله أمون، مما اضطروا أنه ينقل العاصمة من طيبة إلى تل العمارنة في البر الشرقي في المنيا. أما علاقته بزوجته الملكة نفرتيتي فكانت طيبة، إلا أنه في أواخر عصره عاش كل منهم في قصر مستقل، وده كان بسبب الخلافات اللي دبت بينهم في القصر الملكي لما جت الملكة تي والدة الملك امنحتب وعاشت معاهم في القصر الملكي. لكن محدش عارف إذا كانت استمرت الخلافات دي حتى موت الملك ولا لا. اشتهر الملك إخناتون بمعاملة حسنة لزوجته الملكة نفرتيتي والأسرة كلها، فهو كان دائما يلاطف بناته الصغار ويداعبهم تحت أشعة الشمس، وهذا يدل على اهتمام الملك إخناتون بالحياة الدينية والاجتماعية عن السياسة الخارجية.
بعد وفاة الملك إخناتون رجع بجثمانه توت عنخ آمون اللي ربما يكون ابنه من زوجته كيا الزوجة الثانية للملك إخناتون، بخلاف زوجته الرئيسية الملكة نفرتيتي. رجع بجثمانه إلى طيبة الأقصر حاليا، ومعه مومياء أبوه الملك مخبأة داخل تابوت لإحدى السيدات، وقام بدفنه في وادي الملوك. إخناتون كان مثال لتاريخ طويل ملهوش مثال للنفس الإنسانية والبحث عن الكمال، وعلى مر الأيام للقدماء سلام، وهيفضل التاريخ يحكي عنهم حكايات ويقول أسرار جديدة ليه فضلوا دول بالذات، وليه أثرهم باقية رغم آلاف السنين، وإيه سر العبقرية في خلود المصريين.